رفع قضية تعويض ضد رامز جلال حتى تحصل على حقها، مشددة على وجود شق جنائي في تلك القضية، ومن المقرر أن تستمع إليها النيابة بعد أجازة عيد الفطر المبارك. ما الإصابة التي لحقت بالفنانة الكبيرة سمية الخشاب أثناء تصوير برنامج رامز جاب من الآخر؟ هنتكلم عن سمية الخشاب النهاردة وعن برنامج رامز جاب من الآخر وكل الأسرار اللي قالتها سمية الخشاب عن برنامج رامز، وإلى أين ذهبت سمية بعد تصويرها الحلقة، وكمان باتت الليلة دي كلها فين، وإيه اللي حصل بعد كده. طبعا السنة دي 2024 كانت قناة الMBC منزله حلقات لرامز زي كل سنه، زي ما الناس كلها متعوده كل سنه ان رامز بينزل حلقات في شهر رمضان. كانت ضيفه من ضيوف رامز السنه دي الفنانه الجميله سمية الخشاب. طبعا كان البرنامج السنه دي كان اسمه رامز جاب من الاخر. المهم كانت احدى ضيوفه الفنانه الجميله زي ما قلت لكم سمية الخشاب. سمية الخشاب عندها من العمر 57 سنه، وانا بركز كويس جدا في موضوع العمر ده لان انا عملت الفيديو اللي قبل كده وغلطت غلطه في الفيديو ان انا قلت عن الفنانه شيرين سيف النصر ان هي عندها 67 سنه وهي 57 سنه. معرفش الغلطه دي جت ازاي. المهم ان انا عدلت الفيديو بعد كده وكتبت عليه ان هي عمرها 57 سنه. فطبعا حبايبي كتير دخلوا لي وقالوا لي انت غلطتي في الفيديو وقلتي ان هي عندها 67 سنه. الحمد لله، عشان كده انا مركزه جدا في الفيديو ده وبقول 57 سنه عند سمية الخشاب. واسمها الحقيقي سمية سعيد السيد فتيحه، مواليد الاسكندريه، وما ادراك بمواليد الاسكندريه. طبعا الجمال والحيويه والنشاط كلها في بنات الاسكندريه، طبعا كلهم دمهم زي الشربات. تزوجت الفنانة سمية الخشاب 5 مرات. أول زيجة ليها كان قبل دخولها الفن، كان عمرها 24 عاما وكان زواج صالونات، وطبعا ما استمرش كتير. بعد كده تزوجت تاني 3 مرات، وكان آخر مرة زواج كان للفنان أحمد سعد. طبعا احنا سمعنا عن زواجها بأحمد سعد وسمعنا عن طلاقها وسمعنا الحكاية الشهيرة اللي كانت بينهم واللي كانت السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنها. ومع ان الفنانة الجميلة جميلة فعلا، إلا إنها أجرت بعض عمليات التجميل البسيطة كده في وجهها. احنا النهارده ان شاء الله هنشوف ايه اللي حصل لها مع رامز جلال في برنامج رامز جاب من الاخر. رامز جاب من الاخر شفنا الحلقه بتاعت سمية الخشاب ولقيناها حلقه جميله جدا، وطبعا الفنانه سمية الخشاب خرجت من الحلقه زي الفل. ده اللي احنا شفناه، لكن الحقيقه غير كده. الحقيقه ان الفنانه سمية الخشاب حصل لها تمزق في الاربطه وكسر في كعب الرجل، وطبعا ما حستش بالالم في نفس الوقت. الالم حست بيه بعد ما مشيت من البرنامج من عنده. والليله دي قضيتها سمية الخشاب في مستشفى البرشاء بدبي عقب انتهاء من تصوير حلقة رامز جاب من الآخر. في المستشفى قالوا لها انت تالت حالة تيجي من برنامج رامز مكسورة. وتاني يوم كتبت الفنانة على حسابها الرسمي على الانستجرام مش هسيب حقي، مش هسيب حقي وهاخد حقي منك يا رامز. وفتحت النار سمية الخشاب على رامز جلال وقالت ازاي ابقى عارفه ان انا رايحه هتكسر واوافق. احنا بنبقى عارفين ان في مقلب بس مش ان احنا نتكسر. وما انكرتش سمية الخشاب ان هم بيبقوا عارفين ان في مقلب فعلا، بس مش للدرجه دي. المقلب ان احنا بنبقى عارفينه ان احنا نتبسط ونبسط المشاهدين بتوعنا، هو ده اللي انا اعرفه عن المقلب. بس بقى رفعت قضيه سمية الخشاب على رامز جلال ودينا منتظرين رد القضاء. وطبعا الناس هتسكت، طبعا الناس مش هتسكت، والناس ما بتصدق تلاقي حاجه وتفضل نازله فيها كلام. في ناس قالوا لها يعني انت لما رحتي المستشفى نفس المستشفى اللي انت رحتيها يا سمية هي اللي راحت فيها الناس كلها؟ يعني هو مفيش غير المستشفى دي عشان كل اللي يتكسر عند رامز يروح المستشفى دي؟ وفي ناس دخلت قالت لها انت عايزه تطلعي ترند على حساب رامز. وفي ناس قالت هي بتعمل كده عشان تنجح المسلسل بتاعها، لان المسلسل بتاعها السنه دي ما حققش نجاح، فهي عايزه تنجح المسلسل لانها بتتكلم عن المسلسل كتير وبتقول وانا مكسوره كان لازم اشتغل علشان المنتج ما يتخربش بيته لانه بايع المسلسل ل6 قنوات. وهو ربنا يهدي الجميع وربنا يصلح الحال ان شاء الله. لو عجبتكم الحلقه يا ريت تدعمونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ومتشكره جدا لحبايبي اللي دايما مدعميني ولسه موجودين معايا لحد دلوقتي، بقول لهم متشكره جدا ليكم ووجودكم طبعا على راسي من فوق، وان شاء الله مردوده. والسلام عليكم.